اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا صباح السعادة، كل سنة وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين، ويقول رمضان كريم على الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. بشكر كل اللي شارك في هذا العمل الخيري، طعام في رمضان، ربنا يجازيه كل خير كل من شارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. مبدئيا كده أنا عندي خضرة، هنعمل اطعام النهارده جميل جدا، احنا ما عملناهوش قبل كده على القناه، بس هنعمله. عملنا لحمه، وعملنا قبل كده كفته ولحمه جزاري وفراخ وكده. النهارده هنعمل السمك. السمك ده بصي مش عايزه اقولك بقى كان فيه جمال وحلاوه وطعامه ازاي. لايك وشير وسبسكرايب للقناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد ويتشجع ان هو يعمل اطعام، ويتشجع ان يبحث عن اماكن تستاهل بجد الاطعام. في ناس كتير قوي تستاهل، وناس مش عايزة اقول تستاهلش، لا بس الله المستعان. بجد احنا مر علينا حاجات كتيرة، ولو انتم يعني بصي مش عايزة اقول لكم تجاربنا في ازاي واحنا بنوزع في بداية ما كنا بنعمل يعني. بس دلوقتي خلاص احنا عرفنا طريقنا، وعرفنا الناس اللي احنا بنودي لهم، وعرفنا ناس كتير جدا يستاهلوا ويستحقوا بجد الإطعام. فربنا يا رب يجبر بخاطرنا جميعا، ويصلح ما بين ايدينا، ويتقبل منا صالح الأعمال منا ومنكم يا رب العالمين. رمضان كريم على الأمة الإسلامية. رحت الأرض وجبت ايه، جبت توم اخضر برصه، ونضفت بقى الشراشيب اللي بتبقى طالعه فيه كده او الجذور بتاعته، وجبت شويه جرجير ونقيتهم ونضفتهم، وتخلصت بقى من كل حاجه احنا نقناها. وقلت بقى ان انقي وانضف معاكم الخضره كده. اول حاجه خالص هشطفها واغسلها من الطين. طبعا انا مسرعه الفيديو، يعني انا كنت بغسلها بالراحه وانضفها وادعكها وكل ده تمام. اول حاجه بغسلها الاول وانزل الطينه او ترابه او اي حاجه من عليها، تمام، واشطف كده وانضف البوله او الطبق معايا كده. وبعد كده بقوم جايبه الخل بقى وحط عليها وبغسلها ونضفها ودعكها بايديا الاتنين كده ونضف. بس انا مسرعه برضو الفيديو. اولا الفيديو ده كان اكتر من نص ساعه، انا خليتهولك بالنص بالظبط 15 دقيقه يعني. زي ما انت شايفه معايا الخل، ميه الخل بغسلها منها كده وارجع تاني اكبها، واحلى حاجه ان الميه كانت شغاله ساعتها. وبعد كده بشطف بقى الحاجه تاني اللي حطيتها عليها، وبعد كده بغسلها وانضفها واشطفها مره واتنين وتلاته واربعه. المهم لحد ما تحسي كده ان الخضره معاكي بقت زي الفل، فله شمعة منور. وبعد كده بتحطي بقى الجرجير برضو في المية بتاعت الخل وتنضفيها وتظبطي الدنيا كده. وفي جنب كده علشان احنا هنعمله على السلطة. وهجيب بولة تحتها وهسيبها بقى ايه تتصفى بقى من هنا للمغرب بقى ولا بعد العصر. عندي هنا ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل كيسة فيها 3 كيلو من السمك. يعني الكيلو 4 سمكات ما شاء الله. كان السمك محترم وكبير، ان هو انت شايفاه ان هو ممكن يكون صغير قدامك. دي تاني كيسة، كيلو، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودي 3 كيلو وده 3 كيلو ما شاء الله اللهم بارك. هنعمل ايه دلوقتي؟ اهم حاجة الشوكة شوكتني ودخلت في ايدي والله. اهم حاجة ان احنا هنعمل ايه دلوقتي، ان احنا هننضف السمك وهنطلع المرارة منه. ازاي يا رشا؟ صلوا على الرسول واستغفر الله كتير، وده اهم حاجة، اهم من اي حاجة في الدنيا ان انت تستغفر الله كتير. وهنشوف احنا دلوقتي بنطلع المرار. اولا السمكية ما شاء الله اللهم بارك، اولا علشان تكون صبحة وحلوة ولسه جميلة كده، عينيها تكون مفتحة وبتلمع، ما تكونش بيضة خالص. وكمان القشور ديت المرارة، القشور تكون جامدة تمام، والنغشوش بتاعها او الخياشيم بتاعتها تكون حمراء. دي نمبر 1، ان انت تجيبي السمكية اللي زي دي كده، وما تكونش بطنها كبيرة عشان بتكون سمينة من المزارع، تكون سمكة صايمة وزي الفل. زي ما انت شايفة معايا هنا كده. بقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ لازم تطلعي المرارة من السمك. عايزة تاخدي نتيجة حلوة وتبتشوي السمك مقفول، لازم تطلعي المرارة. هتطلعي المرارة تخلي بطن السمكة يمتك وانت ماسكاها. بعد كده بتدخلي صباعك من عند النخشوش كده، بتقطعي يا دوبك الغشاء اللي هو ما بين البطن وما بين الخياشيم. وبعد كده بتضغطي على البطن
بالراحة كده بتطلعي المرارة. البنات العسل الأمامير سنة أولى طبخ أو سنة أولى مطبخ ما تعرفش تطلع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المرارة سهلة هيت، وبطلعها وهعملها لك فيديو مخصوص على القناة ان انت تطلعي المرارة ازاي. والله يا جماعة انا بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، مفيش ولا واحدة يعني، مفيش ولا واحدة يعني اتفجرت ولا باظت ولا اي حاجة، كلها طالعة بلومات قدامكم اهي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب في حد بقى يقول لي طب ليه يا رشا انت ما فتحتهوشي وحشتيه ومش عارفه ايه؟ عايزه اقول لك اساسا ان هو في دهنه طالعه من ضغطي على البطن، في دهنه طالعه زي ما انت شايفه على الصينيه قدامي هي دهنه. والله يا جماعه كان مدهن وطعمه جميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بألف هنا وشفا الكل اللي كان له نصيب واكل. والله ما شاء الله ما شاء الله، احساس جميل وحاجة خيال. دي الطبق التاني هنطلع المرارة منه زي ما انت شايفه اهو ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا احنا كده خلصنا الطبق التاني، انا فصلت وكده خلصنا. واول حاجه بعملها برضو الميه الاولانيه خالص بغسل فيها السمك وبطلع منه الطين والدم، ممكن يبقى فيه طين ممكن عادي، وبنزل منه الدم كده اللي في الخياشيم وعلى الجسم وبغسله. وبعد كده ببدأ بقى ان انا احط كل الحاجات اللي احنا هنغسلها بيه، زي مثلا الدقيق زي الملح زي اي حاجة، لو ليمون ولو اي حاجة. اهم حاجة ان انتي هتشويه يبقى ما تغسلوش بخل. السمك يا جماعة ما تغسلش بخل. عندي هنا شوية ملح محترمين، طبق كبير ما شاء الله دقيق ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بجد يا جماعة والله ولا ريحة زفارة ولا ريحة حاجة. بصي كان فلة كده، فلة شمعة منورة جميل. ليه بقى؟ لان احنا جايبين ليمون، والليمون بقى طبعا حطيناه كمان على التمليحة فخلاه حاجة محترمة. بس يا رشا هقولك التمليحة بتاعته احنا عملناها ازاي. اول حاجة احنا حطينا المية كتير، حطينا عليها الحاجات اللي احنا نغسلها الدقيق والملح. بعد كده بمسكه بقى واحدة واحدة اغسله من نغشوشه كده او الخياشيم وانضفه واخليه زي العسل. وبعد كده بقى واحدة بواحدة، بس انا طبعا هفصل وهخلص كل الكمية اللي معايا ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله كان العدد كبير والسمكية كبيرة ومحملة وطعمها حلو. بصي يعني ما شاء الله حلوة بجد، وكل اللي اكل منه تشكر فيه بجد. خلصت كل الكمية هشطفه بقى تاني. ما هو بصي بقى، ما هو انت لازم تغسلي من كل مرحلة وتشطفي وتغسلي وتنضفي. اهم حاجة النظافة، دي اهم حاجة النظافة. هتغسلي بقى وتنضفي كده بقى بمية مباشرة ونظيفة وحلوة، وتنزلي كل بقى بواقي الدقيق والملح والحاجات ديت عشان يبقى ايه نظيف وحلو. وطبعا ايه بما ان انا هفصل برضو واخلص كل الكمية اللي معايا وهركنها. عندي هنا بصل، عندي طماطم، طبعا هنحضر بقى للسلطة بتاعة التمليحة والسلطة اللي احنا بتاعة الرز. عندي هنا البصل، كيلو من البصل وتقريبا 2 كيلو من الطماطم، او مش عارفه 3 كيلو حاجه زي كده. وعندي هنا كيلو من الجزر وكيلو من الخيار والليمون. طبعا هنغسل ونظبط بصي انا حطيته كله عشان يتنقع. بنتي كانت بتقول يا ماما ده فيه اتربه وكلام من ده، قلت بقى ايه هغسله بقى يكون اتنقع وبشن كل حاجه تنزل معايا بسهوله. الفلفل يا جماعه زي ما قلت لكم وانت بتنقيه لازم تختاري الاربع جوانب من الفلفلايه، بتكون هي دي اللي طعمها حلوه وجميله. طب ليه؟ عشان دي اللي بتبقى نتاية في الخضار او الانثى في الخضار. اما اللي هي بتبقى مدببة او اتنين بس، دي ما بتبقاش طعمها حلو وبتبقى مرة. الفلفل برضو بيتنقى يا جماعة يعني زي اي خضار، معروف الحلو والوحش فيه. بعد كده زي ما انت شايفة بسم الله ما شاء الله، ده هو شادد نفسه علينا. الكيلو ب30 جنيه الفلفل. جبت بقى كده قرنين شطة حرقين كده علشان نحطهم على السمك، والباقي جبت فلفل اخضر وهنجي. وغسلت طبعا خيار عشان عشان السلطة. وبعد كده بقى بنغسل بقى كل حاجة. وصلى على الرسول وانت سرحانة ولحد دلوقتي ما عملتليش لايك. انا
شايفاك ان انت ما عملتيش لايك. والله انا استاهل يا جماعه لايك بجد، والفيديو ده بجد يستاهل لايك. خلصت كل الكميه وظبطنا كل حاجه وحضرنا كل حاجه. احنا كنا في الوقت ده كان لسه الظهر اذن. خدت السمك بقى ونزلت في الفرن الفلاحي، وما ادراك ما الفرن الفلاحي يا سيدي. سيدي بقى على جماله وحلاوته لما بيطلع السمك بقى كده احمر بقى وجميل وزي القمر. اللهم بارك. صلى على الرسول واستغفر الله كتير. الاستغفار بيغير الاقدار ويحقق لك كل تتمنيه. اللهم اجعلنا من المستغفرين، وكرمنا واستعملنا ولا تستبدلنا، وطعمنا من طعام الجنة كل من ساهم في هذا العمل. اللهم امين. كرمنا كرم الصالحين، ويسر امرنا، وتقبل منا اللهم امين، وتقبل من كل من شارك. عندي هنا حطيت الايه بقى، حطيت توم ناشف وتوم الاخضر وشطه حمراء، بس شطه خضراء اكتر، كانت حراقه وحلوه. حطيت هنا معلقه كبيره من الشطه الحمراء. دي كانت اخر حاجه شويتها، وكده خلصنا وصفناه وبردته خالص علشان ما يبقاش معجن. وهعمله بقى بطريقه حلوه، ان انا هحط السمك في كيسه شفافه، مش في سلوفان، ولا احطها على الرز. في ناس بتعمل يا جماعة، اللي بيعمل اطعام ما يحطش السمك المشوي على الرز، حرام بجد. الحاجة السمرة بتنزل على الرز وبتضايق اللي بياكل، فاللي انت ما تقبلهوش ان يتحط قدامك ما تاكلهوش. برضو نفس الحكاية، ما اعملي اللي انت تقدري، اللي انت تقبلي تاكليه. يعني اطعموا من احسن ما انتوا بتاكلوا يعني، ولا صدقة تنقص من مال. الصدقة ما بتنقص من المال ابدا. آه هنجيب بقى ايه كيلو البصل. احنا كده خلصنا، بنتي بتعمل في السلطة وانا عملت السمك، وكده خلصنا كل حاجة ما عادش. وطلعت في المخلل، والبصلاية بتحمر. هطلع بقى في المخلل، وهنعبي كل حاجة لحد الرز ما يستوي. يعني احنا رحنا دلوقتي قبل الميعاد بالظبط ساعة الا تلت بجد، قبل القرآن ما يبدأ تقريبا بتلت ساعة او ربع ساعة. الحمد لله الاكل وصل، وكان سخن وكان حلو. واهم حاجه ان انا كنت متاخره شويه كده علشان الاكل يكون سخن. حطي الماده الدهنيه بتاعتك بقى، ان كان سمنه زيت اي حاجه. وكمان هتحطي البصل بتاعك وتحمريه تحميره حلوه محترمه وبنت ناس. هفصل طبعا عشان ما اطولش عليكم، وهرجع لك لما يحمر. واهم حاجه انك تحمريه جامد، يعني تحمريه حلوه كده كريس كده. المهم، طبعا كلنا بنعرف نحمر في البصل. انا كنت بقى كل شويه اقلبه واروح اعمل حاجه تانية، اقلب شويه وارجع تاني. حطيت بقى دلوقتي في الوقت ده كنت بجيب شويه سكر عشان يكرمل معايا ويحمر بسرعه، وشويه ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. هفضل اقلب بقى لحد ما تحمر خالص. وطبعا السكر يا جماعه والملح بيكرملوه وبيخلوه احمر. طبعا انا في الوقت ده كنت سبت اللي على البوتاجاز، وجيت بقى رصيت وعملت السلطه ورشيتها كده وزي ما انت شايفه. وقطعنا ليمون، هنحطه بقى على الوش كده. هما بسم الله ما شاء الله صينيتين كبر، واحده صغيره شويه. بسم الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على الجروب بتاع الفيس بنتكلم كتير على كام كيلو من الرز وكام سمكة وكام مش عارفه ايه وكلام من ده. بصراحة يا جماعة كلنا بنستفاد من بعضنا، وكلنا بنتعلم من بعضنا. ما حدش اشطر من حد، ولا حد افضل من حد. كلنا سواسية عند الله. عندي هنا بهار سمك وحبة توابل كده مندمجين مع بعض زي القمر كده وزي العسل. وعندي هنا صلصة، هحط هنا معلقتين ولا بصي فضي نصه. لا انا بضحك معاكم، انا حطيت معلقتين اتنين بس والله بجد. وطبعا حمرت البصلية طعمها حلو كده، وقلبته طبعا علشان كله يتغلف ويبقى مفلفل معايا. وطبعا في الوقت ده غليت مية وحطيتها على طول على الرز. دي اكبر حلة عندي فيها 4 كيلو ونص من الرز. طيب السمك كام يا رشا؟ 47 سمكة في 47 وجبة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بألف هنا وشفا لكل اللي أكل منه، وألف هنا وشفا لكل اللي هيتعلم أي حاجة ويعملها. طبعا حطيت توابل، توم باودر وبصل باودر و7 بهارات
وشوية توابل من ايه، كانوا فايضين كده، حطيتهم برضو على السلطة والملح طبعا وظبطناه. ودي الإطعام، حطينا السمك بالسلطة بتاعته بالليمون، حطيناها في كيس علشان ما الرز مش يبوظ ولا اي حاجة. هو حطيناه وعبينا السمك تحت، سمك فوق والرز تحت. بسم الله ما شاء الله، الرز كان زي العسل. انا مش عارفة ما عملتلكمش اللقطة النهائية ليه، الرز كان بني وزي الفل. اشوفكم في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين.